بقينا في زمن كلنا بنتهم بعض بالأنانية. طب ده حقيقي؟ للأسف كل واحد فينا بيدور حوالين فلكه، أغلبيتنا يعني. كل واحد بيبص على معاناته، بيبص على مشاكله، بيبص ان التاني مش حاسس بمشاكله، بيبص ان التاني مش عاوز يعمله اللي هو عاوزه. بس يا ترى احنا فكرنا في اللي قدامنا؟ هو عاوز ايه؟ هو احتياجاته ايه؟ يا ترى قدراته النفسية والعقلية والجسمانية مستحملة ده؟ ولا هو عشان ما بيتكلمش؟ ولا احنا بنصدق حد يسمعنا ونفضل نتكلم 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 وننسى نسأله انت زعلان؟ انت مبسوط؟ طب اخر مرة سألت مامتك او باباك امتى انت محتاج حاجة؟ انت مبسوط؟ انت في حاجة مضايقاك؟ طب اخر مرة سألت اصحابكم المقربين؟ طب اخر مرة سألت ولادكم امتى؟ ولا دايما مشغول بمعاناتك ومشاكلك واحتياجاتك بغض النظر عن اي حاجة؟ فيا عزيزي، اغلبيتنا انانيين. راجعوا نفسكم ودوروا على اقرب الناس حواليكم، يمكن يكون محتاجينكم، محتاجين يتكلموا معاكم بس مش لاقيينكم. بيبتدوا يدوروا على الاشخاص الغلط اللي يحتاجوا لهم، فيقعوا في مشاكل اكبر. كان معاكم دينا البكري.